فيلمنا النهاردة فيلم الإثارة والتشويق والخيال العلمي دكتور سترينج. تعالوا بينا نبدأ فيلمنا بيبدأ مع ساحر اسمه كاسيليوس، وهو بيسرق صفحة من كتاب سحري، وبتجيله ساحرة قوية وبتحاول توقفه، فبيطلع يجري هو ورجالته منها، وهي بتدخلهم في حاجة اسمها بعد المراية، وبيبدأوا يواجهوا بعض لحد ما كاسيليوس فتح بوابة لمكان تاني وهرب. بعدها بنتعرف على الدكتور الجراح ستيفن سترينج وزميلته كريستين، وهو دكتور أعصاب شاطر جدا ولكنه مغرور، وبيتفقوا هما الاتنين إنهم هيروحوا حفلة بالليل. وسترينج وهو في طريقه كان بيتواصل مع المساعد بتاعه وانشغل مع التليفون وعمل حادثة وعربيته اتقلبت وأغمى عليه. بعدها بنشوفه في المستشفى وبنعرف إن حصله تمزق في أربطة إيده، وأعصاب إيده اتلفت وما بقاش قادر يحرك إيده، وركبوا ليه مسامير كتير. وكريستين فضلت جنبه بقت بتساعده، ومع الوقت أعصابه اتحسنت شوية بس مرجعتش زي الأول، وبتواصل مع دكتور جراح علشان يعملوا العملية، لكن الدكتور ده رفض وشاف العملية هتفشل. وكريستين بقت تقنعه إنه يكمل حياته ويحاول يتأقلم على الوضع اللي هو فيه. هو اتعصب عليها وقال لها خليكي في حالك وما تعمليش فيها مهتمة بيا. هي طبعا اتضايقت جدا وسابته ومشيت. بعدها ستيفن عرف بمريض قديم كان عنده نفس حالته ولكنه خف، وراح له عشان يعرف منه عمل ايه علشان يخف. ورد عليه وقال له انه راح قعد مع ناس في مكان اسمه كامرتاج، وهناك هو خف وكان في حاجات كتيرة قدر يتعلمها، لكنه اكتفى ان جسمه بس يخف. فسترينج خد بعضه وراح يدور على المكان ده، وبيفضل يدور لحد ما بيطلع عليه حرامية عاوزين يسرقوه، لكنه بيرفض، فبيقعدوا يضربوا فيه لحد ما بيطلع راجل مقنع بيظهر وبيضربهم بكل سهولة، وبيقول له لو بتدور على كامرتاج تعال معايا. وفعلا بيوصلوا للمكان، وبيقول له المقنع انه اسمه موردو وان احنا في مكان الانشنت وان. وبيتفاجئ ان الساحرة القوية دي هي اللي بتديله حاجة يشربها، وده نفس الساحرة اللي شفناها في اول الفيلم، وكانت عارفاه وعارفة ايه سبب مجيه لحد هنا. وبيسألها ازاي قدرت تعالج واحد كان مشلول وخليته يمشي وهو كان مستحيل يتحرك. فقالت له انا بس اقنعته انه يقدر يمشي وعالجته روحيا. لكنها ردت عليه وقالت له ان هي بتعرف توجه الروح علشان تعالج الجسم. هو زعق فيها جدا وقال لها مفيش حاجة اسمها روح، فراحت مسكته وخبطته في صدره، فلقى نفسه بره جسمه وروحه طاير في الهوا. وبعد كده رجع تاني، واللي عملته ده كان اسمه الإسقاط النجمي. وقالت له أنا عملت كده علشان أوريك قد إيه أنت جاهل ومحدود. وراحت لمسة دماغه وطلعته الفضاء وسفرته في الأكوان المتعددة، ولها إيدين طلع من صوابعه، وبعد كده رجعته تاني لمكانه. هو كان مبهور جدا ومش مصدق نفسه، وطلب منها إنها تعلمه، بس هي رفضت وطردته بره. وبعد ما طردته فضل يخبط على الباب وبيطلب إنها تدخله، لكن مردوس قال لها إن سترينج بقاله 5 ساعات واقف بره على الباب وشكله قوي ومش بيستسلم بسهولة. فقالت له أنا خايفة بعد ما أعلمه يطلع زي كاسيليوس. فقال لها كاسيليوس سرق صفحات من الكتاب، ولو فك شفرتها هيحل الدمار على العالم، وإنهم أكيد هيستفيدوا من سترينج لو انضم معاهم. فوافقت إنها تدخله وبتقعد معاه وبتبدأ تقوله إن إحنا هنا بنسخر الطاقة المصحوبة من الأكوان المتعددة عشان نقول تعويذة ونخلق بيها السحر. وهو قال لها أنا هعمل كل ده إزاي؟ فقالت له هتعمل كل ده بالتدريب. وراح المكتبة علشان يدرس السحر، وقابل أمين المكتبة اللي اسمه وونج. بعدها طلب منه كتاب جديد علشان هو خلص 3 كتب. ولما دخل عند كتب المعلمين الكبار، سترينج شاف الكتب بتاع الانشنت وان، وسأل وونج هل هي الكتب دي محرمة على حد انه يقراها. فقال له وونج ان كامرتاج ما فيهاش حاجة محرمة، بس الكتب دي متقدمة جدا وقوية على الكل ما عدا ساحر أو 2. ولما سترينج مسكه وفتحه لقى فيه صفحات مقطوعة، فقال لوونج إن ده كتاب دراسة الزمن، واللي قطعه وسرق صفحاته كان ساحر سابق عندنا واسمه كاسيليوس، وبيقول له إن هو دلوقتي حامل مكتبة
وهيقتل أي حد يفكر يسرقها. وكاسيليوس بيبدأ يطبق ويستعمل السحر اللي مكتوب في الورق اللي سرقه، وبنعرف إن هو ورجالته بيعبدوا كيان اسمه موردو، وبيعمل تعويذة علشان يستدعي قوته ويعرف يحارب. وسترينج المفروض إنه بيتعلم زيه، لكن بسبب أعصابه مش عارف يعمل حاجة. بعدها بيديله خاتم اسمه خاتم الانتقال، وده بيسمح لهم إنهم يسافروا عبر الكون، وكل اللي عليهم إنهم يتخيلوا هم عايزين يروحوا فين، وبيتفتح ليهم بوابة للمكان ده. سترينج بيكون لسه مش عارف يعمل حاجة، وبيروح يكلم الانشنت وان وبيقول لها إنه في مشكلة في إيده، فبتقول له لأ، المشكلة مش في إيدك، وبتجيب له شخص إيده مقطوعة وفي نفس الوقت هو ساحر عادي، وبتقول إن الحل إن غرورك يستسلم وقوتك هتزداد بعدها. وفعلا فتحت بوابة وراح لقمة جبل إيفرست وقالت له استسلم. بعدها سابته ومشيت، وكانت مستنياه إن هو اللي يفتح البوابة من عنده ويرجع بنفسه. وسترينج قعد يحاول ويحاول لحد ما فعلا قدر يرجع تاني. بعدها راح لوانج وعاوز منه كتاب عن الإسقاط النجمي. وانج كان رافض جدا وشاف إن لسه بدري عليه، فسترينج استغل موهبته الجديدة وقعد ياخد الكتب اللي عايزها، وفعلا قدر يتعلم الإسقاط النجمي. والساحرة القوية قالت إنه اتطور بسرعة. بعدها بتروح تقوله أنت دلوقتي جاهز، بس محتاج مكان آمن علشان تتدرب فيه على السحر بتاعك. وفتحت مكان اسمه البعد، وده مكان موازي للعالم الحقيقي، بس أي حاجة بتحصل هنا مش بتأثر على العالم الحقيقي. وبتقوله في الغالب إننا بنستعمل بعد المراية عشان نتدرب ونراقب ونحتوي التهديدات. ولما قال لها تقصد إيه بالتهديدات، ودته لمكان تاني وقالت له إن في عدد من الأخطار لا نهائي له، وقالت له إن كل حاجة هيعرفها في وقتها. بعدها بيروح المكتبة وبيقرأ كتاب الزمن، وبيلاقي صفحة بتتكلم عن العين، والعين دي بيكون في المكتبة وجواها حجر الزمن. بعدها بيلبس السلسلة بتاعته، بيبدأ يتعلم إزاي يشغلها، وبيلاقي نفسه قادر يتحكم في الزمن، وبيرجع التفاحة اللي قدامه وكأنها لسه ما اتاكلتش. وكمان بيقدر يرجع الصفحة المسروقة لمكانها في الكتاب. بس بيخش عليه وونج وبيوقفه وبيقوله اللي هو بيعمله ده خطر، وإن التلاعب بالزمن ممكن يخلق فروع تاني من الزمن وثغرات زمنية. وبياخدوا منه الكتاب وبيستغربوا جدا إنه فهم كل اللي فيه ده بسرعة، وبيفهموا يقوله إن إحنا الصحراء بنحمي العالم من الأخطار الكونية، وفي 3 معابد اتعملوا ومتصلين ببعض، واحد في هونج كونج وواحد في نيويورك في لندن، وأخطر واحد بنحاربه اسمه دورمامو، وهو عايش بره حدود الزمن، وهو مستعمر كوني وعايز يدمر الأرض، وعاوز يدمر المعابد بتاعتنا ال3 علشان يعرف يتحرر ويدمرنا. ومرة واحدة لقوا كاسيليوس داخل عليهم وبيحاربهم بعد ما دمر معبد لندن. وسترينج بيفوق وبيلاقي نفسه في بعد المراية وبيواجه كاسيليوس ورجالته، وطبعا ما كانش قادر عليهم لوحده. بس في وسط المعركة دي في دولاب لعباية حمراء، والعباية بقت ملازمة لسترينج وبتنقذه وبتبعده عن الخطر وبتوجهه لأسلحة متعلقة في الحيطة، وسترينج رماها عليه وكتفته في مكانه. فكاسيليوس ملقاش حل قدامه غير انه يقنعه بأفكاره الشريرة، وبيقول له كلنا رحنا علشان نتعالج، وفي الآخر علمتنا السحر، لا وخلت السحر القوي الحقيقي لنفسها. وقتها بيهجم على سترينج واحد من رجالة كاسيليوس بخنجر في صدره، والعباية بتنقذه منه، وبيتفتح بوابة للمستشفى اللي كان شغال فيها، وبيروح لكريستين وبيطلب منها انها تعالجه، وهي بتحط ليه الأجهزة. ستيفن بيظهر لها بشكله النجمي وبتترعب من اللي شايفاه، وبيبدأ يوجهها ازاي تعالجه وتحط الإبرة. لكن مرة واحدة الشخص اللي العباية ماسكاه بيطلع هو كمان وبيروح لسترينج وبيواجهوا بعض كأنها حرب أشباح، لكن سترينج بيقدر ينتصر عليه وبيموته نهائيا. بعدها كريستين بتنجح انها تعالجه وبيعتذر ليها على كل اللي قاله قبل كده، وبعدها بيسيبها وبيمشي وخد العباية الحمراء. وبيلاقي موردو وكاسيليوس لسه بيهاجم المعبد، لكن سترينج من بعد المراية علشان كاسيليوس ما يقدرش يدمر حاجة حقيقية. بس موردو بيقول انهم بقوة دورمامو بيكونوا في بعد المراية أقوى، فبيطلعوا يجروا منهم، وكاسيليوس بيعرف يسيطر على بعد المراية
وكان هيقتل دكتور سترينج، لكن الانشنت وان بتتدخل وبتبدأ تواجههم لوحدها. وهنا مورdo بيعرف إنها بتستمد قوتها من البعد المظلم، وده المفروض مخالف للقوانين، لكن كاسيليوس بيقدر يتغلب عليها وبيرميها للعالم الحقيقي وبيروح لسترينج ومورdo وراها. وسترينج بياخدها للمستشفى علشان يعالجها، وبيطلع جسمه وبيروح يكلمها وبتقوله أنا فضلت أحارب الشر كتير، وكده كده كنت هوصل للي أنا فيه، أنت لا تقدر توقف ضرمامو. بعدها بتختفي من جنبه وبتموت، ومورdo بيقابل سترينج وبيقوله إن كل اللي بيحصل ده كان غلطة الانشنت وان، لأنها كانت بتحتفظ بالقوة لوحدها وكمان خلفت القوانين. وسترينج بيقوله تعال نأجل الحوار ده ولازم نروح نوقف كاسيليوس. ومش بيبقى فاضل غير معبد هونج كونج بعد ما كاسيليوس دمر أول 2. ولما بيوصل دكتور سترينج بيكون المعبد فعلا اتدمر وخلاص جاي كوكب الأرض. فدكتور سترينج مش بيلاقي حل غير إن بيروح له وبيطلع له الفضاء، وبيستخدم حجر الزمن وبيدخله في دوامة زمنية بنفس المشهد. يعني دكتور سترينج بيجيله وبيقتله وبيتعاد تاني نفس المشهد وبيتحبس في الفترة الزمنية دي. اتجنن فعلا، وكل شوية كان بيلاقي دكتور سترينج داخل عليه كأنها أول مرة ومش عارف يعمل حاجة، لحد ما اتخنق وعمل صفقة مع دكتور سترينج وسحب كاسيليوس ورجالته ووقف غزوه لكوكب الأرض. وسترينج رجع كل حاجة لمكانها قبل كده، لكن مورdo كان شايف إن سترينج كسر القواعد باستخدامه حجر الزمن زي ما كسرت القواعد قبل كده الانشنت وان، وقرر إنه مش هيكون معاهم وهينشق عنهم. ودكتور سترينج قرر إنه يرجع حجر الزمن لمكانه لحد ما يكون متعلم بالشكل الكافي. لو عجبك الفيلم مش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، مش تنسى كمان الكومنت اللذيذ.